امك بتحب السكس، واختك بتحب السكس، وبنتك بتحب السكس، ومرتك بتحب السكس، وانت بتحب السكس، وكلنا بتحب السكس. فهذا السؤال الغبي تبع بتحب السكس، ايه كل الناس بتحب السكس. امك بتحب السكس، لما امك بتحب السكس وين جيت انت يا روحي؟ بالبلوتوث ولا بالواي فاي ولا حملوك داونلود اهلك؟ اللي كيف عادي يعني، عادي. وابوك بيحب السكس، وجدك بيحب السكس، وكل البشر بيحبوا السكس، حتى الانبياء بيحبوا السكس، حتى تجوزوا وجابوا اولاد. ولا كيف كانوا جابوا اولاد؟ مثلا على الطاقه الشمسيه، ولا فتحوا الحنفيه ونزلوا الولد، ولا جابت الحمامه؟ يعني هذا السؤال غبي بلاه. بتحب السكس؟ انت عمركم سمعتوا حدا عم يقول مثلا ايد امك او ايد اختك؟ لا، ما حدا بيجيب لي ايد امي وايد اختي، بس نم بيصروا على استخدام ثقافة الشرف اللي هي محصورة بالكس للأسف ولا شيء آخر. الجسم هو خلقة الله تعالى، فاللي خلق الوجه هو نفسه اللي خلق العين، هو نفسه اللي خلق الكس. عادي، الإنسان الله خلقه بهاي الأعضاء. فإذا عندكم مشكلة مع هذا العضو فيكن تطلعوا تعترضوا على رب العالمين ليش خلقوا فينا. انا شخصيا ضد هاي الثقافه تبعيت انه يجي حدا يعيرني انه امي عندها هذا العضو او اختي عندها هذا العضو او انا عندي هذا العضو. اوكي، انا عندي هذا العضو وانت ما دخلك، وهو مو شرف، هو مو قصه شرف للعيله او قصه شرف لحدا. هذا الشيء انا بملكه، مثل ما انت بتملك اجرك، مثل ما انت بتملك ايدك، مثل ما بتملك اذنك. فما فيك تسبني وتقولي كس امك. عادي يعني، كس امي موجود سواء ذكرته ولا ما ذكرته. واللي بده يقعد يحس بالخجل من انه واحد يجي يقول له كس اختك او كس امك، هذا يعني قواه العقليه فيها شيء، لانه هي اختك. لو ما كان عندها كس ما كان اسمها اختك، كان سموها اي شيء تاني غير اختك، كان سموها اخوك مثلا. وامي اكيد عندها كس وهي جابتني منه. يعني خوت انت ولا ايش يعني؟ ما هي طبعا عندها كس. ايش المشكله؟ ايش الجديد اللي جبته حضرتك يعني؟ امك عندها هذا العضو، اوكي. امي كمان عندها طيز على فكره اذا بدك يعني، وعندها صدر وعندها بز وعندها حلمه، اوكي. يعني امي طبيعيه مثلها مثل باقي البشريه والمخلوقات الحيه على وجه الارض. عندها جسم مثل جسم امك، مثل جسم اختك، مثل جسم اي انسان على وجه الارض، مثل جسم حواء، مثل جسم مريم العذراء، مثل جسم ولا محمد امنه بنت وهب. كل النساء عندها نفس الاعضاء التناسليه للصدفه. اللي ما عندها هذا الكس ما بتعيش، ما بتشخ. في ناس عم تعرف الجنة على انه هي مكان بترفع فيه السكري، لانه في عندك انهار من عسل ما بتعمل فيه ولا شيء بالحق على الاطلاق، هو راحة ابدية. يعني كتير مكان ممل، فيه كتير روتين، فيه الكثير من الجنس، بيحتوي على مواصفات حياة الناس السيئين بحياتنا الحالية. يعني نحن هلأ إذا في حدا ما بيشتغل شيء على الإطلاق وطول النهار بياكل عسل وبيشرب ويسكي وبيعمل سكس مع نسوان، احنا ايش بنسميه هون بكل الثقافات؟ بنسميه شخص مو منيح. فمبدئيا ما بعرف ايش المغري بانه واحد يعيش حياته هيك. ما بعرف اذا هذا ثواب ولا عقاب. لو عن جد حذفنا السكس او الجنس من الجنة بده يضل في مؤمنين؟ يعني اذا نحن خبرنا العالم انه خلص ما عاد في سكس بالجنة، ما بقى في نسوان، ما بقى في حور عين، انت عندك مرتك هي نفسها رح تحصل عليها بالاخره، بتضلك بتصوم وبتصلي؟ اذا الرجال طلع لهم حور عين نساء، الرجال شو النسوان شو بيطلع لهم؟ يعني سوري منك، انت بدك تقوم تصوم وتصلي وتعمل كل هالشغلات عشان يطلع لك بالاخير 70 حوريه تعمل سكس من الصبح للمساء. انا اذا بدي اقوم اصوم واصلي ليش شو بده يطلع لي؟ ليش النساء بدها تكون حافظات لفروجهن وما يعملوا علاقات وما بعرف شو بدهم يساووا، يربوا الاولاد وبلا بلا 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 بلا، بالاخير ما يطلع لهم شيء بالجنه؟ انه ما يطلع لهم سكس؟ إيه لا، انه نحن اللي اكتشفنا انه نساء ورجال عندهم نفس الرغبات. ليش النساء بالجنه ما عندهم سكس؟ ليش ما عندهم 70 حوري؟ يعني سؤال، انه ليش نحن عن جد ليش ما في 70 حوري؟ انه ايه 70 حوري بالجنة، ما عم نحكي عن الدنيا اليوم، عم نحكي عن الآخرة. انه ايه ليش ما في 70 حوري كلهم هيك طوال وحلوين وجميلين، وانه الله ينزع الغيرة من قلب جوزك اللي اذا متجوزة يعني مشان ما يغار. طلعوا 70 حوري، طلع لك 70 حوري، وانت بتقضيها مع الحور العين الرجال وهو بقضيها مع الحور العين النسوان. ما بعرف شو شكل هالحياة، بس يعني انا بالنسبة لي مو كتير مغرية. اللي بيكتبوا لي تهديدات عمان على بطال، ابتداء من بدي تف عليكي وبدي اعمل واسوي فيكي وبدي انيكك وبدي اتحرش فيكي وبدي اسوي فيكي. حبيبي ايش عم تستنى؟
تعال اعمل اللي بدك تسويه، كون قد حكيك سوي اللي بدك تسويه، بس رح رجعك مخصي، رح رجعك مخصي. عملت فيديوهات كتير وحاعمل اكتر، لا حدا بزع علي ولا حدا ناكني ولا حدا سوالي شي ولا حدا قدر يعمل شي ولا حدا قدر يعمل شي. بدي اعمل بدي اساوي، حبيبي اعمل مين مانعك يا روحي، بس بدي رجعك مخصي. عيب علي اذا ما بعمل لك اياهم مربيض مخفوق برجعك لعند اهلك مخصي. بتعرف مخصي؟ انا كتير بامن بالاخصاء، غير الاخصاء ما حامشي. انا ما حقطع لك اياه، انا رح اخفق لك اياهم ورجعك لعند الناس اللي بيخصوك، لا لك ذكر ولا لك انثى، بتوين بين بحيث لا تشتغل كذكر ولا تشتغل كانثى، وتريح البشريه من تحرشك. لانه ما معقول كل ما واحد طلع حكى فيديو له بدي اتحرش فيك وبدي انيكك، انت ايش مفكر؟ شايله على ظهرك وماشي يعني؟ مدفع هو ولا رشاش حبيبي؟ هو عضو مثله مثل باقي الاعضاء، مثله مثل انفك يعني، سوري منك يعني بخبطه وحده بيفجر. انا بدي انيكك حبيبي بيك. طيب اوكي مين ماسكك؟ يلا ها تفضل حاول جرب، انت بتجرب حظك، شوف شو رح يصير فيك. مو من حق حدا يوصف حدا كوصف سيء انه انت بتشبه الشرموطه او انت شرموطه او انت ابن شرموطه، لانه عن جد الشرموطه مو اذي حدا. انتوا عم تعتقدوا انه هي سيئه لدرجه انه انتوا عم تعتبروها نوع من انواع المسبه. ما أنا اذيه ولا واحد فينا، يعني على مستوى العالم ما في حدا، ما في وفيات لانه عم يتعاملوا مع شراميط، ما في حدا مات لانه متعامل مع شرموطة، ما في حدا طلقت لانه تعاملت مع شرموطة، ما في حدا خرب بيته او انقصف او تقلع من بيته لانه عنده مشكلة مع شرموطة. انا بعتقد انه احنا عم نظلم هاي الفئة من الناس، وعلما انه نحن بالشرق الاوسط بتشوف معظم الاشخاص، يعني اذا ما نقول 90 خلينا نقول 99.9 من الشباب الدينين والغير الدينين واللي بيصلوا واللي ما بيصلوا بغض نظر عن دينهم بيقعدوا الساعة 12 بيحضروا أفلام ثقافية، أفلام إباحية، وبيشوفوا هدول الشراميط اللي هن عم يستخدموهم كمسبات، ولا واحد منهم بيطلع بكيان أو متضايق أو عنده اكتئاب. بالعكس بفك أزمته وبينهي المحنة اللي هو فيها، تعطي سعادة لهي الكائنات العايشة هنيك بالبلد. ما عم تعمل ولا شيء مسيء للمجتمع إطلاقا، بالعكس هي أحسن بكتير من كل سياسي تاجر بالدم وسبب بالدم. هي أحسن، وصرمايتها وبدلة الرأس تبعها وتيابها الداخلية تسوى 100 عمامة شيخ عم يبيحوا زواج القاصرات. هي بشو أزيدكم ما بعرف، يعني أوكي هي ما بتفيد المجتمع بس بنفس الوقت ما بتضره، ويمكن حتى بتفيده. يعني هي نحن بدون هدول الشراميط نحن ممكن حالات الاغتصاب توصل لما بعرف لأي نسبة. أنا بنظري الشخصي ما عندي أي مشكلة مع ولا وحدة شرموطة بحياتي، ولا مرة ضرتني وحدة شرموطة بحياتي كل حياتي. يعني أنا قمة السلام مع هدول الأشخاص، بالعكس كانوا ناس منيحين ومحترمين. وأنا بيوم من الأيام رحت على سوريا رح أعمل قانون يرخص هاي الأماكن ويكرم هدول السيدات، لأنه هدول السيدات اقتصاد سوريا كبلد قسم منه كان يعتمد عليهم. بالنسبة للاتحاد الأوروبي هدول النساء بيدفعوا ضرائب، يعني انت لما بتجي كلاجئ بتاخد ضرايبك من عرق وحدة بتشتغل بالدعارة. انت ممكن تشتري حجاب من ضرايب وحدة عم تشتغل بالدعارة. أنا بلشت أو حطيت الحجاب بعمر كانت كتير صغيرة، تقريبا كان ب12 أو ب13. بعد هيك حطيت نقاب حالي لأنه كنت بدرس الشريعة، فكان كل اللي حوالي بطبيعة الحال متدينين، فحطيت نقاب لوحدي بسن تقريبا 14 وشلته بعد 3 شهور. حسيته يعني مو أنا مو موجود. فبعد ما شلت النقاب صار في شوية تغييرات بشخصيتي. هلا بعد هيك أنا انتقلت للحياة بالسويد، وكان وجود الحجاب فعلا مزعج ومعاناة يومية. بالنهاية الحجاب فريضة رب العالمين مو للناس، فمثل ما أنتم ما بتصلوا ما بتصوموا ما حدا بيعرف عنكم شيء، بعتقد أنه من حقي أنا أنه أحكي عن هذا الموضوع. ولحد الآن أنا والدتي وكل عيلتي ومعظم عيلتي محجبين، وهاي أنا. فقط الشرف تبعهم محصور بشغله وحده بس، وهي اكساس النساء.
اللي هي اخته، امه، مرته. هو يعني حياته كلها بتتمحور حول هذا العضو. مهمته بالحياه يقف حارس على هذا الكس. الشرف هو شيء مو موجود بالاعضاء التناسليه. الاعضاء التناسليه هي موجوده حتى الانسان يتكاثر، فهذا المكان مو مكان مناسب تحط شرفك فيه. الشرف كتير بعيد عن هذا المكان، كتير مو شوي. يعني وين انت عم تحكي وين الشرف؟ شو خص الشرف بمكان الانجاب؟ ما بعرف ايش دخل الشرف بكس المرأة. يعني كس المرأة ممكن تعمل فيه عمليتين، جماع وخلفة من الناحية البيولوجية يعني، بس ما بيجي من وراه شرف. ايش خص انك انت تجي تقول انه شرفي انا ملحوق بمرأة؟ ليش ما يكون شرفك ملحوق فيك؟ يعني ليش ما يكون ملحوق بالذكور مثلا؟ النساء بتكاثروا لحالهم، بيعملوا سكس لحالهم، يعني بيجوا من الشجرة ولا بيجوا معهم رجال؟ لا يعني بس سؤال انه ليش المرأة بدها تحس بالخجل من الكس تبعها والرجل ما عنده مشكلة؟ ليه انت نحن نضل متخبيين وراء اصبعتنا؟ المجتمعات اللي بتحصر الشرف تبعها بالكس بحياتها ما حتنجح، بحياتها ما حتصير بشر. بدك تعملي جنس، انت مقتنعة بهذا الشيء، مانك سائلة على اي حدود دينية او ما مقتنعة بالكلام اللي بيحكوا لك يا اهلك عن ضرورة بقائك عذراء، اعملي سكس. اللي حابة تعمل علاقات، اعملي علاقة بالطريقة اللي بدك اياها. اذا كانت مشكلتك بس غشاء البكارة، لما بدك تيجي تصلحي غشاء البكارة وصار في مفروض عليك امر واقع انه تتجوزي شخص معين وهذا الشخص بيهمه موضوع غشاء البكارة وانت ما بدك تعرضي حالك للخطر او حياتك للخطر، بكل بساطة في عمليات ترقيع غشاء بكارة. في كتير مثلا دكاترة عم يشتغلوا هاي العملية وعم تكلف 1700 يورو حتى تنعمل. ليه نحن منوصل البنت انه هي تحافظ على ذريتها لوقت طويل كتير، وهي اثناء هذا الوقت الطويل عم تعمل علاقات، بس العلاقات اللي عم تعملها بصيغه انه هي تمارس جنس شرجي. يعني هون في عمليه ادخال في كل الاشياء المحرمه مثلا بالديانات، ومع ذلك عم بتصير. اذا وحده عندها رغبه تعمل علاقه، ليش تعمل علاقه بجنس شرجي؟ ليش ما تعمل علاقه عاديه؟ بيجيني على مدار اليوم صور ناس شالحين ومصوري تبعه. على فكره يعني بس خبرك شغلي، يعني مواقع انترنت مليانه والله العظيم يعني، واشكال احلى من اشكالك يا منشح انت. بيكون شكله بيقرف ولا بيبعته مصر انه هو شيء جميل وبده يبعته ويصورنا جنبه، لك يعني بيكون شيء غامق واسود وشيء بيكشش البدن. يعني بتيجي تقول له طلع تراجع انت، ببعث لك يلا وبصور لك عده زوايا، انه يعني طبيعي انت براسك شيء. لو بيكون حالة جديد يعني قال يعني مشان هيك شوي حط الوضع يعني احسن. يعني انت مفكر انه هذا الشكل جميل وانا بدي اشتهي عليه واجي ابعث لك الله يخليك احجز لي موعد معك ما عاد فيني قاوم؟ كامل قواك العقليه انت شو شايفني؟ دلفيني بموسم التزاوج؟ بطريق بموسم التزاوج وملاقي بطريق؟ عقلك انت براسك ولا راحت منك؟ لا عن جد. اذا انا بحب السكس فانا ما بحب عضوات الذكري، وما عندي اي رغبه انه اتعرف على صوره ولا فيديوهات له، لا مع اضاءه ولا بدون، لا مع تياب ولا بدون، تاكد من ذلك، لا مع حلاقه ولا بدون. هي بكل صراحه ووضوح وشفافيه. اترك كل شيء حوالي هون بسويد واجي نام معك، ولا افتح لك الكاميرا سكايب بالليل وطلع لك حالي بلا تياب. انا على فكره كل ما بشوفك بيجي ظهري. ايش شو اعمل لك يعني؟ ممكن تشوف اختك بده يجي ظهرك، انا شو دخلني اذا انت انسان مريض وما في عقل براسك؟ شفت صورك اذا ظهري، والله شو اعمل لك انت اذا انت بيجي ظهرك على صور الفنانات؟ شو بيصير فيك ما اذا بتشوف كيم كارديشيان شو بتعمل يعني؟ بتجيب ظهرك على العيله كلياتها؟ شو هالخبط تبعكم؟ لك ارتقوا. أنا لما زرت محمود أول مرة تحرش فيني جنسيا، طلب مني بالحرف الواحد إنه أعمل له مساج، إنه ظهره عم يوجعه. لما زارني بالبيت مرة تانية كمان محمود عمل نفس الفيلم، طلب نفس الطلب. 3 مرات تم التحرش فيني من قبل محمود بيطار، مرة بالبيت عنده، مرة ببيتي أنا، ومرة بالأوتيل. حتقولي ليش تميتي عم تحكي معه؟ كنت أخذته على عقلاته مو أكتر. أنا ضحية تحرش فانا من حقي ايمت احكي ما بدي. انا ما بتبلى على حدا، ما بعتقد بحياتي تبليت على حدا بدون ما يكون تحته في شيء عامله. انت شخص متحرش جنسيا، وانا كزوج عقاد بقول انه هو تم التحرش بي جنسيا من قبل محمود بيطار. يا فاشل، يا متحرش.